اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هقول لكم طريقتي البسيطه التحفه اللي بعمل بيها رز بلبن. مفيش حد ده الرز بلبن اللي عندي الا ما قال لي طريقته عاملاه ازاي وفي ايه، واقعد اشرح له، مع انه والله العظيم سهل وبسيط جدا. هما شويه تريكات بسيطه بس اقول لك عليهم. هنعمل النهارده مقدار لتر لبن او كيلو لبن. اول حاجه حله على النار، هنزل عليها بايه، كوبايه ميه عاديه جدا ونص كوبايه رز مصري، طبعا مغسول ومتصفي. يبقى ننزل بالميه وعليها نص كوبايه رز مصري مغسول ومتصفي. وبعد كده هعمل ايه بقى، هغطيهم واسيبهم كده يغلوا شويه. انا عايزه الرز ايه يستوي يعتبر 3/4 سوا. وخلي بالك ما تسيبوش وتمشي وتروحي تعملي حاجه عشان ممكن يتحرق او يفور. خلي بالك ماشي، ما بياخدش يعني دقيقتين 3 بيكون استوى. كده الرز استوى، انا سويته يعتبر 3/4 سوا بس. بعد كده هنزل بايه، بنص كوبايه سكر. لتر اللبن بياخد نص كوبايه سكر، والسكر هنا مظبوط بالملي على الشعره، ولا دلع ولا مسكر اوفر اللي هو ما تقدريش تكملي الطبق، لا هو كده مظبوط جدا. انزلي بقى يا ست بلتر اللبن. وهتعملي ايه في الوقت ده؟ هنقلب كل المكونات دي مع بعض كويس، او هنغليهم مع بعض. لازم اغلي الرز مع اللبن مع السكر. هغليهم الاول، لازم يغلوا مع بعض كويس ماشي. وبعد كده هغطيها اسيبها من ساعة لساعة ونص. على فكرة لما بعمل رز بلبن ريحته بتبقى قلبة البيت كله، الولاد اللي طالع واللي داخل، انت بتعملي ايه يا ماما، انت بتعملي ايه حلو يا ماما. مع انه والله بسيط وسهل جدا. خلاص هو كده غلي. هقلبه كويس، اتاكد طبعا ان، خلي بالك لازم تتاكدي ان الرز مش لازق تحت، عشان كده هتلاحظي ان انا بقلبه كتير عشان الرز ما يلزقش في ارضيه الحل. واقسم بالله ما لزق منه ولا حبايه ولا تكتل ولا اي حاجه. بعد كده يا ست الكل اقفلي عليه وسيبيه من ساعه لساعه ونص زي ما بتنقعي الرز المعمر كده. انا بعرفش اعمل الرز المعمر برضو من غير نقع، استحاله. لازم انقع الرز بلبن والرز المعمر. سبته ساعة ونص، رحت اعمل شوية حاجات وجيت خلاص لقيت الرز بقى نفش اكتر، والحباية كده بيضت اكتر ونفشت وشربت من اللبن ومن السكر. نزلت بقى بصي بقى، انا نزلت بشوية كده جوز هند. كان عندي جوز هند، ما عندكيش مش مشكلة. عندك مستكة من الاصلية اللي هي اليوناني، ضيفي فصين مطحونين. ما عندكيش مستكة مش مشكلة. وما تنسيش طبعا شوية الفانيليا. في نقطة بقى في الوقت ده انت هتضيفي حاجة من 3، يا اما كريمة حلويات، معلقتين 3 كبار كده حلوين، يا اما باكت كريم شانتيه، يا اما لبن مكثف محلى، يا اما لبن بودر، يا اما قشطة من وش اللبن. عندك اختيارات دي كلها المتاحة عندك اعمليه. اي حاجة من دول هتنفع. قشطة من وش اللبن، باكت كريم شانتيه، لبن مكثف، لبن بودر، وايه تاني، متهيألي انا قلت كل حاجة. ما تنسيش بقى هنا تعملي ايه بقى. بعد ما ضفتي كل ده بالمضرب على طول. اهم حاجة هنا، لتر اللبن بياخد مننا معلقة نشا قد ايه، معلقة صغيرة نشا. معلقة صغيرة نشا على لتر اللبن بتبقى مظبوطة جدا. والقوام وريتهولك في اول الفيديو مظبوط جدا، ولا خفيف سايل ولا ماسك قوي يبقى مش حلو. ماشي، يبقى لتر اللبن اخد مني معلقة صغيرة مليانة نشا، دوبتها في ربع كوباية مية عادية. بنزل بالنشا هنا والمضرب بالايد التانية عشان ما يتكتلش معايا خالص. عشان ساعة ما بتنزلي بالنشا ممكن يتكتل منك، فانتي بصي تخلي بالك. انا بنزل بالنشا بايد والمضرب في الايد التانية جاهز جنبي، على طول على طول كده بالمضرب عشان ما فيش اي حاجة تتكتل. انا وريتهولك في اول الفيديو ولا حباية لازقة ولا حاجة لازقة في ارضية الحلة. والقوام مظبوط بالملي. هسيبه بس يهدى ربع ساعة كده قبل ما ايه، قبل ما اقدمه في اي حاجة بقى قدمي فيها زي ما انت عايزة المتاحة عندك. انا كان عندي الكاسات دي فقدمت فيها. طب بالنسبة لموضوع الكرمشة اللي الناس بتحبه ومجنونة بيه، موضوع الكرمشة اللي بيبقى على الوش ده بيجي منين؟ اولا بتكوني حاطة مادة دهنية عالية شوية، زي مثلا كريمة خفق، او تكتري كمية القشطة عن ان انا حطيتها يعني. ماشي. تاني حاجة، اول ما يبرد تغطيه وتسيبيه في التلاجة ساعتين 3. ويا سلام لو تغطيه ببلاستيك راب، سيبيه ساعتين 3 وبعد كده هتفتحي عليه. انا كده سبته شوية كده، مش عارفة ساعة ساعة ونص.
ما سبتوش كتير يعني عشان كنت عايزه اقدمه، الولاد كانوا عايزين ياكلوا منه. القوام مظبوط، السكر مظبوط، كل حاجه ان شاء الله ان شاء الله مظبوطه معانا.